في الفضاء الواسع كواكب بأعداد خرافية وعدد قليل منها قوي صالح للحياة البشرية، لكن تعرف ان في كوكب ممكن يبقى صالح للحياة بنسبة 100%؟ لكن التساؤل الأكبر هنا، ايه اللي يمنع ان يكون في حياة على الكوكب ده اصلا؟ انا سعيد، والنهاردة هنتكلم عن كواكب صالحة للحياة. تحديد ان الكوكب صالح للحياة او لا بيعتمد على شوية عوامل كده. اولا وقبل اي حاجة كده، مداره لازم يكون في المنطقة الصالحة للحياة حوالين نجمه، والمنطقة دي هي اللي بتسمح للمية انها تكون موجودة في صورتها السائلة على الكوكب. بس الموضوع ده مش سهل، اصل هم 100 درجة اللي بنلعب فيهم المية بتتجمد عند 0 وبتغلي عند 100. وكمان احنا بنتأمر شوية، احنا عايزين المية تكون في درجة حرارة مناسبة لاستخدامها. المية في درجة حرارة 90 سائلة بس مولعة، ورينا تشربها ازاي. فكرة بقى ان الكوكب يظبط بعده عن نجمه عشان يوصل لك المية في درجة حرارة مناسبة وفي صورة سائلة، ده مش موضوع سهل تمام. تاني شرط، وده ممكن نقول عليه الاول مكرر، هو وجود ميه اصلا. تخيل نفضل نحسب وندقق في المسافه اللي تخلي الكوكب في المدار الصالح للحياه حوالين نجمه وفي الاخر يطلع ما فيهوش ميه اصلا. تالت حاجه، انه يكون جو كويس والغلاف الجوي بتاعه يقدر يحمي الكوكب نفسه من الغبار الكوني والاشعه الكونيه، ويكون غلافه الجوي فيه اكسجين عشان نعرف نتنفس، ويكون فيه ثاني اكسيد الكربون عشان النباتات تعرف تعمل بناء ضوئي. وما ينفعش الكوكب ده يكون كوكب غازي زي المشتري مثلا او المشتري، يعني الاحسن يكون كوكب صخري زي كوكب الارض. ولازم الكوكب جاذبيته تبقى كويسه، يعني ولا ضعيفه قوي لدرجه ان انت ما تعرفش طول الارض، والاسوأ من كده ان غلافه الجوي نفسه هيسيبه ويمشي. وفي نفس الوقت ما تبقاش قويه قوي لدرجه ان انت ما تعرفش ترفع رجلك من على سطح الكوكب ده. وممكن توصل شده الجاذبيه لمرحله انها تشد الاجسام من الفضاء للكوكب زي النيازك بقى والشهب والحاجات دي. صلاحيه الكوكب للحياه مش بتعتمد على الكوكب لوحده، بتعتمد كمان على النجم بتاعه، لان ممكن الكوكب يبقى فيه كل المواصفات الممتازه اللي تخلينا نقدر نعيش عليه، والنجم اللي بيدور حواليه الكوكب ده يبقى بيطلع اشعاعات كونيه تجيب اجل الكوكب مش النجم. استقرار الكوكب والمساحه المحيطه بيه برضه من اهم العوامل اللي بتحدد اذا كان الكوكب ده صالح للحياه ولا لا. يعني مفيش جنبه شويه انفجارات كده، او النجم بتاعه يبقى مستقر مش شويه وهيموت، او عمال يطلع اشعاعات على الفاضي. مش على الفاضي يعني، هو مش يطلع اشعاعات. اخر حاجه بقى، بنعمل حساب بعد الكوكب ده عن الارض، عشان لازم نبقى عارفين هنروح ازاي او ممكن نروح اصلا ولا لا. بعد ما عرفنا ازاي ممكن نحدد الكوكب ده صالح للحياه ولا لا، تعالوا نشوف بقى شويه كواكب دخلت لستة ان هي ممكن تبقى صالحه للحياه. أول كوكب لينا وده على بعد 4.2 سنة ضوئية، والسنة الضوئية دي هي المسافة اللي بيقطعها الضوء في مدة سنة. السنة الضوئية دي مسافة مش زمن. الضوء سرعته 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. شوف بقى هيمشي قد إيه في السنة وتكون دي السنة الضوئية. على العموم السنة الضوئية تقريبا بتقدر ب9 تريليون كيلومتر، والتريليون ده هو واحد وجنبه 12 صفر. الكوكب ده اكتشف سنة 2016 واسمه بروكسيما سنتوري بي. بروكسيما سنتوري بي بيلف حوالين نجم اسمه بروكسيما سنتوري، والمسافة ما بينهم هي تقريبا 7,250,000 كيلومتر. ده المسافة بين الكوكب ونجمه، مش بين الكوكب وكوكب الأرض. المسافة دي كانت كافية جدا ان هي تخلي الكوكب بتاعنا ده في المدار الصالح للحياة. بيدور حوالين نجمه في 11.2 يوم، يعني السنة على الكوكب ده تقريبا ب 11 يوم. وكتلة الكوكب ده هي 1.3 من كتلة الأرض. بعد ما قدرنا نحدد ان الكوكب ده موجود في المنطقة الصالحة للحياة، اتحط في لستة الكواكب اللي ممكن نعيش عليه. لكن قابلتنا مشكله، وزي ما قلت لك ان النجم اللي بيلف حوالين الكوكب ده مهم جدا، كانت دي المشكله اللي قابلتنا هنا. بروكسيما سنتوري اللي هو نجم الكوكب ده بيطلع ريح نجميه 2000 ضعف اللي بتطلعه الشمس بتاعتنا. طبعا ما حدش فاهم يعني ايه ريح نجميه. الريح النجميه دي او الرياح النجميه هي جسيمات مشحونه زي البروتونات والالكترونات، ودي بتسبب مع الوقت تاكل الغلاف الجوي للكواكب القريبه من النجم ده، وبيطلع معاها اشعه ضاره، وده ممكن يسبب انفجارات حوالين الكواكب بتاعتنا. العلماء بقى حطوا كوكب الارض مكان كوكب بروكسيما سنتوري بي، ولقوا ان غلاف كوكب الارض مش هيقدر يصمد قدام النجم ده كتير، ولان الغلاف الجوي بتاع الكوكب ده لسه مش معروف قوي، فلسه مش عارفين نحدد هل هو فعلا صالح للحياه ولا لا. الكوكب الثاني معانا هو روس 128 بي.
ده اكتشف سنه 2017، بيبعد عننا حوالي 11 سنه ضوئيه، اضرب في 9 تريليون، والسنه عليه او بيلف حوالين نجمه دوره كامله في حوالي 165 يوم. بيبعد عن نجمه حوالي 7.5 مليون كيلومتر، لكن المسافه دي كانت كافيه برضه ان هي تخليه في الهيبيتابل زون او المنطقه الصالحه للحياه. لكن كان عنده مشكله، لو الهيبيتابل زون دي مكانها من هنا لهنا وده الشمس مثلا، فهو الكوكب هنا في الناحيه الاقرب للشمس. لكن بالرغم من كده نجمه حلو جدا، ولو غلافه الجوي مشابه للغلاف الجوي للارض فهو هيستحمل، وكمان هيقدر يوزع الطاقه حوالين سطحه كله، وهتبقى موجوده الميه في صورتها السائله. والكوكب ده شبه الارض في حاجات كتير زي درجات الحراره والحجم، ونجمه الهادي اللي بيلف حواليه كتلته اكبر من كتله الارض بحوالي 35%، ونص قطره اكبر من نص قطر الارض بحوالي 10%. ولو انت اتفرجت على الفيديو اللي فات على طول فكان زمانك عارف ان دول الحاجتين اللي بيأثروا على الجاذبيه، وعشان كده جاذبيته مش مختلفه قوي عن جاذبيه الارض. فعلا جاذبيته اكتر من جاذبيه الارض بحوالي 10%. جاذبيته تقريبا يعني حاجه بينه وبينك بتوصل 11، يعني اصل جاذبيه الارض 9.81، فهو لما يوصل 10 وشويه او 11 مش بعيد يعني. والحمد لله كل دي مبشرات كويسه ان الكوكب ده ممكن يبقى صالح للحياه، لكن في شرط واحد، ان غلافه الجوي يبقى مشابه للغلاف الجوي للارض، وعشان المسافه العلماء لسه مش قادرين يدرسوا ده، وعشان كده هو مش مؤكد انه صالح للحياه. في واحد يقول لك انا داخل عشان صلاحيته للحياه 100%، طبعا مش شرحته لك في الاول. الكوكب ده اخر واحد. الكوكب اللي بعد كده هو كيبلر 442 بي. واحد هيسألني موضوع ملهوش علاقة قوي بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لكن سؤال مهم وانا شخصيا سألته، وهو ليه معظم الكواكب بعدها حرف البي؟ بص، مثلا تلسكوب اسمه كيبلر اكتشف نجوم، فالنجوم دي بتبدأ تاخد أرقام حسب ترتيبها من التلسكوب ده، يعني أول نجم اكتشفه كيبلر بقى اسمه كيبلر 1. حلو كده. فكيبلر ده اكتشف النجم رقم 442 في مسيرته، في مسيره كيبلر ده، فالنجم بقى اسمه كيبلر 442 وخد الحرف الابجدي A. النجم بياخد A، بعد كده بيبدا يكتشف الكواكب، فالكواكب بتاخد بقى B C D E الى اخره. المهم الكوكب ده اكتشفناه سنه 2015، موجود على بعد 1115 سنه ضوئيه، بيدور حوالين نجمه تقريبا في 112 يوم على بعد حوالي 61 مليون كيلومتر. ده ما يمنعش الكوكب من انه يكون في المنطقه الصالحه للحياه، وطبعا موجوده فيه الميه بصوره سائله. والكوكب ده عامل زي الكوكب اللي فات كده، فيه حاجات كتير قوي شبه الارض. سنه 2018 الكوكب ده اتصنف كاكتر كوكب خارج النطاق صالح للحياه. يعني ايه بقى خارج النطاق او خارج المنطقه؟ يعني بعيد عن نجم، هو موجود في الهيبيتابل زون لكن هو بعيد عن نجمه بمسافه مخليه نجمه مش قادر يتحكم فيه. ولان الكوكب ده ما عندوش اي اقمار، فاللي بيعمل ظاهره المد والجزر هو النجم بتاعه، والمد والجزر دول بيعملوا حاجه اسمها التسارع المدي من غير الف، وبسبب شويه حاجات معقده كده بيأثر عليها المد والجزر على الكوكب ده والتسارع بتاعه ودورانه حوالين النجم بتاعه، اليوم على الكوكب ده ممكن يوصل اسابيع وشهور. ومع انه بيلف دوره كامله حوالين نجمه في 112 يوم بس، الا ان الجانب المقابل للنجم بيفضل مقابل للنجم كالعاده طبعا. وبسبب بعد المسافه احنا مش قادرين ندرس الغلاف الجوي للكوكب ده كويس، لكن الكوكب ده من بره شبه الارض جدا، لدرجه انه بقى شبه الارض بنسبه 83.6%، ودي نسبه اعلى من الكوكب اللي متسمي توأم الارض واللي نسبته 82.9%. لكن حتى مع النسبه العاليه دي برضه مش مؤكد انه صالح للحياه. على بعد 557.7 سنه ضوئيه من كوكب الارض موجود كوكب تاني اسمه كيبلر 186 اف. وخلي بالك من اف، ده معناه ان هو الكوكب الخامس اللي اكتشف حوالين نجمه ده. B C D E F. على بعد تقريبا 53 مليون كيلو من نجمه كيبلر 186 موجود كيبلر 186 اف، وبالمسافه دي قدر يحتل المنطقه الصالحه للحياه. لكن مش اي كوكب في المنطقه الصالحه للحياه نقدر نقول عليه قابل للحياه البشريه، لان درجه الحراره على الكوكب ده 0 سيليزيوس، وبالاضافه كمان لان الغازات اللي موجوده عليه هي ثاني اكسيد الكربون والنيتروجين، ومفيش اكسجين بشكل كافي. وبرضه في نفس مشكله الكوكب اللي فات، وهي ان نجمه مش قادر يسيطر عليه، مع ان السنه عليه 130 يوم الا ان اليوم عليه بيعدي الاسابيع وشهور. بالاضافه كمان ان غلافه الجوي وكسائر الكواكب الثانيه مش مدروس لحد دلوقتي. السبب ان الغلاف الجوي مش محدد لكل الكواكب دي هو بعد المسافه عننا، وده كان كوكب كمان مش مؤكد انه صالح للحياه. على بعد 20 سنه ضوئيه موجود كوكب جليس 581 جي.
الكوكب ده المعلومات عنه مش كتير، لكنه بيلف حوالين نجمه في الهيبيتابل زون طبعا، وطبعا موجوده فيه الميه في صورتها السائله، مع ان نجمه اضعف من شمسنا، لكن الكوكب قريب من النجم بدرجه مخلياه في الهيبيتابل زون. ومع ان زي ما قلنا ان مش بس دي العوامل اللي بتحدد ان الكوكب صالح للحياه ولا لا، الا ان ستيفن فوجت لما اتسال في مقابله قال انا مش عالم احياء، لكن فرص الحياه على الكوكب ده 100%. طب هل ده معقول؟ يعني اخيرا لقينا كوكب صلاحيته للحياه 100%، مع ان ستيفن كان بيأفور شويه في حكايه 100% دي، الا انه كان عنده وجهه نظر بصراحه. هو كان شايف ان نسبه صلاحيه الكوكب ده للحياه تتخطى 90%، ولما البشر ينزلوا يعيشوا على الكوكب هم هيتأقلموا ويخلوها 100%. شايف ان البشر هيعرفوا يهيئوا الظروف اللي تخليهم يقدروا يعيشوا على الكوكب ده، يعني حتى لو في نسبة بسيطة ممكن ما تخليهمش يقدروا يعيشوا عليها، هم هيتأقلموا معاها ويحلوا المشاكل اللي هتواجهها. لكن خلينا متفقين ان حتى مع كلام الراجل ده مفيش كوكب مؤكد 100% انه صالح للحياة. لكن لو افترضنا جدلا ان في كوكب فعلا صالح للحياة بنسبة 100%، ايه اللي يمنع ان ممكن يكون في حياة على الكوكب ده؟ انا هستنى رايك في الكومنتس، وانت نازل عبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزر اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واعمل سبسكرايب لو عايز تشوف فيديوهات اكتر من دي، وقول لي في كومنت من وجهة نظرك ازاي ممكن نطور المحتوى اللي بنقدمه هنا عشان نقدم حاجة تليق بيك. سلام. بالاضافه كمان ان غلافه الجوي مش ايه، الكوكب ده مضايقني بصراحه، يعني درجه الحراره عليه صفر وما فيهوش اكسجين، ونجمه مش قادر يسيطر عليه عشان اليوم عليه باسابيع وشهور، وغلافه الجوي مش مدروس. في ايه؟ الكوكب ده اتحط هنا ازاي؟ مش فاهم. طبعا ما فيش اي كوكب من اللي هنقولهم النهارده مش صالح للحياه، مش في المنطقه الصالحه. حاجه من اتنين، يا اما انا يعني سريع عشان نحافظ البتاع ده شويه، يا اما الفيديو قصير قوي.